السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا جماعة؟ معكم أنا مروان، أنا فيديو جديد. وفيديو النهاردة هو ما يعتبرش فيديو، أكتر ما هو يعني هي رسالة توعوية. والهدف طبعا مننا أو الهدف من الفيديو إن أنا بنبهكم وبحذركم من شوية حاجات لو مش واخدين بالكم منها، ويفضل تجنبها عشاننا وعشان أولادنا وعشان إخواتنا الصغيرين. وعشان إحنا عشان خاطر ربنا فوق أي حاجة. فعشان كده انا قلت انزل قائمة بمعظم الحلقات اللي فيها مشاكل كبيرة ويفضل تخطيها. في بعض الحلقات مش هتأثر على قصة الأنمي خالص بتاع أبطال الكرة، وفي بعض الحلقات فيها أحداث هيبنى عليها حاجات تانية بعد كده. طيب، خلينا نبتدي. والحاجات دي طبعا بتنقسم لحاجات كتير، حاجات فيها مشاهد مش كويسة، أو حاجات فيها يعني حاجات بقى اللي هي الإلهية والكلام الغريب ده. تمام. عشان كده حبيت أنبهكم من الحاجات اللي معايا. وممكن نعمل إن شاء الله أجزاء تانية لو عجبتكم، لأن برضو في بعض الأفكار يعني حاجات مش بنفس الكبر لكن موجودة يعني برضو. طيب، أول حاجة وهي فريق العواصف. طبعا من الفرق اللي بيبقى أنا دايما بتجنبها في معظم حاجاتي، وهو فريق العواصف. وعارفين السبب طبعا، بسبب اللبس اللي بيلبسوه والأسامي بتاعتهم الأصلية. طبعا سبيستون كتر خيرها إن هي مغيرة الأسامي، ولكن اللبس برضو مبين هما بيبقوا عاملين كده إزاي وليه. وكمان المؤثرات بتاعتهم، يعني هما واخدين اسمه الحضارة الإغريقية، وبيتكلموا في الديانة الإغريقية والكلام دوت بدون بقى توضيح حاجات أكتر من كده. أسامي مهاراتهم ما تنفعش مع إن سبيستون غيرتها، لكن ده طبعا باين في الأزياء بتاعتهم اليونانية اللي كانت بتنتمي للفترة ديت. تمام. فريق العواصف ظهر في الموسم الأول ما بين الحلقة 23 والحلقة 26. طبعا 23 في آخرها أتوقع، مع بداية ظهور أنس، لغاية الحلقة 26 نهاية الفصل. لو ما اتفرجتش على الفيديو على الحلقات ديت، مش هتأثر على فكرة في الأجزاء اللي بعديها غير في حاجة واحدة تقريبا، وهي أو حاجتين. مهارة عامر اللي اخترعها وبرده تقريبا الاسم بتاعها مش كويس. وكمان لان بعد كده هنلاقي غيابات لاعضاء كتير في الفريق بدايه من الحلقه اللي بعديها. المهم هيأثر زي ما قلنا في غياب بعض الشخصيات، لكن اصلا الشخصيات اللي غابت حضرتك دي كلها ما هي شخصيات مهمه قوي، باستثناء مجد وشاكر. واصلا هم ما غابوش لاصابات، يعني ما تعرضوش لحاجه في الماتش دوت وغابوا يعني. ف يعني الحلقة مش هتفرق قوي معاكم طبعا، هي الحلقة الأخيرة وكل حاجة، وهتورينا كميل وكحيل وحاجات عنه. ففيها بعض الحاجات أكيد هتأثر عن القصة يعني، ولكن تقدر تكمل من غيرها لو عايز. وبرضو ما تنسوش برضو انضمام أنس بعد كده لفريق النسور، جزء زيبيا في بعض الحلقات. طبعا أنا بتجنب الشخصية ديت عموما، وبرضه قلت انبهكم ليها. طبعا فريق العواصف ظهر في جزء ارس الحلقتين 14 و15، اخر 14 حلقه 15، فتقدر تتجنبها. طبعا تجنب الحلقتين 14 و15 في ارس ما اعتقدش ان هي هتاثر على حاجه خالص. ممكن انا مش فاكر في مهارات جديده ظهرت ولا لا، لكن مش مهم بقى. سيبنا بقى من فريق اسمه العواصف، ونخش في حلقه من الحلقات المثيره جدا للريبه، وهي الحلقة 78 من الموسم الثالث. الحلقة ديت زي ما سبيستون وضحت، عامر كان مشوش الذهن، وهتشوف ان البنت اللي هي اسمها سمراء، هتشوف ان هي فيوكا مش فاكر كان اسمها وردة، كانت بتبص على عامر بتلهف وحزينة عليه. هتقول ان الموضوع دوت يعني هي في سبيستون هيجيب لك ان هي عشان تخليه يركز، فهي هتقول لها عشان تخلي عامر يبقى فايق وفي حالته كويسة وهي متبقيش زعلانة عنه، لازم تروحي معاه يعني تخرجيه ومش عارف وحاجات كده يعني. لكن في حقيقة الأمر إن هو يعني مش عارف أقول إيه. هي سمراء دي شخصية غريبة جدا ومريبة وخنيقة. هي كانت بترتب موعد، يعني استغفر الله، موعد غرامي ما بينهم يعني.
ف من غير ما حتى وردة كانت تاخد بالها قوي يعني من الموضوع. وحتى هنشوف ان لما كوثر بتظهر وبتشوفهم مع بعض، هي اسمها ايه دي، سمراء، عارفة او هي حاسة ان كوثر يعني معجبة بعامر وكده، فهي هتتخاف بقى اللي هو منها وكده، فتحاول تشوش على الموضوع. فالحلقة دي ملهاش لازمة قوي يعني اتوقع، وما فيهاش احداث مهمة كتير. نخش بعد كده على حلقتين او كام حلقة كده يعتبروا فيلر، ملهمش اي 30 لازمه ومش هيأثروا على حاجه في القصه لو ما اتفرجتوش عليها. وهي حلقات مايولا ومابولا وفريق الضفادع. طبعا اللي ما يعرفش فريق مايولا ومابولا، دول المفروض سبيستون وضحت لنا ان دول شخصيات او فرق من قبيلتين بيسكنوا في البركان اللي موجود في جزيرة كرة القدم، وكان عندهم قصة كده معينة. لكن في حقيقة الأمر هم قبيلتين، ولكن المفروض ان هم استغفر الله العظيم قبيلتين وناس بيخدموا ال... يعني مش عايز اتكلم عن الموضوع، بس هو يعني ليها حاجات لها علاقة بمفاهيم دينية وكده ما ينفعش نتكلم عنها، ويفضل تجنبهم. واعتقد واضح من لبسهم دول بيمثلوا ايه يعني، ودول بيمثلوا ايه. تمام. نقدر نقول عليها بطريقة غير مباشرة النور والظلام. تمام، اتوقع يعني اللي ما فهمش كده ممكن يكون الموضوع واضح له اكتر. في تصميم الشخصيات، في تصميم مهاراتهم، في كل حاجة تخصهم يعني. حتى أسامي مهاراتهم حتى لو هي متحرفة، لكن الموضوع باين يعني زي الشمس. ولو ما اتفرجتش عليهم فده مش هيفرق معاكم على الإطلاق. المهم احنا قلنا فريق مايولا وماولا دول يعني يفضل تجنبهم يعني، ولو مش عايزين يعني، هو مش عايزين، هو مش هيفرقوا معاكم في حاجة في الأنمي يعني. حاجة كمان نسيت اتكلم عنها، وهي اصلا الاتنين اللي هم باعوا الاساور لسمراء والسلمى دول كانوا عاملين نفسهم بتوع خفة يد، لكن هم مش بتوع خفة يد في الاول وفي الاخر. هم نوع بينافسوا نوع او بيمارسوا نوع من انواع السحر والطقوس وهذا الكلام اللي ملناش دعوة بيه. فهمتوا ازاي؟ فهي الحلقة كلها على بعض انا معرفش يعني هم كانوا عايزين ايه يعني. نيجي على حاجة تانية وهي برضو استكمال للعواصف، وهي مباريات الفريق. دي حلقة مهمة الصراحة، مهمة جدا يعني في الأنمي، وواحدة من أقوى المباريات. لكن برضو ستيل فيها نفس الشخصية اللي احنا مش عايزينها، فبرضو أنا بعرضها لكم وحضراتكم وراحتكم يعني. وهي مباراة فريق النسور ضد فريق الكوري اللي هو كان اسمه فاير دراجون. تمام. والحلقات هنا من 81 ل 84. المشكلة فيها وهي وجود أنس اللي هو يعتبر قائد الفريق، لا كان قائد فريق تشانج. أنس آه رغم إنه ما استخدمش المهارات كتيرة بنفس القدر، ولكن لسه موجودة وطورها. يعني يمكن في مهارتين اللي هي المهارات المدمجة كانت تمام ما فيهاش حاجة، اللي هي مع اسمه ايه ده، الاتنين اللي هما زيلا ونجومو. لكن مهارته الأصلية لسه موجودة وطورها كمان. هو يمكن هما في سبيستون برضو غيروا الاسم، لكن أنا برضو حبيت أعرفكم يعني الموضوع. وبس ده كان فيديو النهاردة. وفي نهاية الموضوع أو نهاية الأمر في الأول وفي الآخر، راجع نفسك شوف أنت حابب تتفرج على إيه. يعني إحنا بنحاول على قد ما نقدر أو أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا يعني انتم اخواتي وولادي، ويمكن في ناس بتتفرج عليها من الاهالي او عندك بنت او ولد بيتفرجوا على الحاجات دي. فانا بحاول على قد ما اقدر اوضح لك الصورة الكاملة عشان نحمي اولادنا ونحمي اخواتنا الصغيرين فوق اي حاجة، ونرضي ربنا يعني وما نغضبهوش مننا يعني. ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا. ومعلش بقى على الاطالة في الفيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم.